في المخابز مش هيحطولكوا لبن بودرة او يحطولكوا لبن او يعملولكوا الفينو بزبدة. طبعا مفيش الكلام دوت، هما بيعملوا اقل حاجة، يعني بيعملوه الفينو اقتصادي خالص عشان يكسبوا. فمفيش الكلام ده، ولا زبدة ولا لبن ولا اي حاجة بتحط على الفينو، ولا حتى بيدهنوا وش الفينو لبن او بيض. ما بيدهنوش ولا بيكلفوا نفسهم في كل الكلام دوت. هوريكم بقى النهارده ازاي بيعملوا الفينو في الفران بطريقه سهله جدا واقتصاديه جدا من غير اي حاجه من الحاجات ديت، وطريقه ناجحه قوي، وبجد هيعجبكم قوي، عايزاكم تجربوه. بس لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. ما تنسيش، مش هتخسري اي حاجه لو عملت لايك وانت معديه عشان الفيديو يوصل لغيرك والكل يستفاد. يلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه انا حطيت 4 كوبايات دقيق، تقدري تزودي او تقللي الكميه زي ما تحبي. كبيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره ملح، ومعلقتين كبار سكر، وكيس خميره فوريه. بس هي دي المكونات كلها. هنحط بس في الاخر زيت. هنقلب بقى كل المكونات مع بعض الجافه، وبعد كده هنزود الميه بالتدريج. بس هتحطي شويه وتقلبي، لو احتاج تاني هتحطي شويه. احنا عايزين العجينه لينه، مش عايزينها تكون ناشفه، عايزينها تكون طريه معاكي. بس اخر حاجه بقى هنحطها الزيت. هتحطي على كل كوبايه دقيق معلقه زيت، معلقه زيت كبيره بس. وهتكملي عجن تاني، هتعجني تاني. بص، هنعجنها كويس قوي، يعني لمده ربع ساعه كده، لحد ما العجينه تعمل معانا عرق كده وتبقى طريه خالص. بس بالشكل دوت، شايفينها فيها عرق ازاي؟ بس كده عجناها كويس قوي. بصوا بقى، انا هنا هقسمها 2 عشان بنتي اخترعت لي اختراع كده، عايزه الفينو بينك، مش عارفه ازاي بس هي عايزه الفينو بينك. فما رضيتش ازعلها، قلت لها خلاص هعملك نصه بلونه بينك والنص التاني ابيض عادي. بقى لون الطعام اللي هو الاحمر ده حطيت منه نقطتين كده على العجين. طبعا عشان انا عملت نص بينك ونص ابيض، فحطيته بعد ما عجنت. حطيت على نص العجين بس نقطتين كده، اداني اللون البينك. بص، هو شكله حلو قوي وطعمه حلو، يعني هو مفيش اي فرق خالص، يعني اللون مش مؤثر على الطعم نهائي. بس ما تيجي تسويه، ما تسويش الابيض مع اللي هو الملون، ما تسووش مع بعض، لان اللي هو الملون بياخد لون اسرع من الابيض، ففي الاخر يغمق مني اكتر من الابيض. فما تيجي تسويه، سوي لو هتعملي اللون، سوي ده لوحده وده لوحده، عشان بياخد لون بسرعة اكتر من الابيض. بس حطيت بقى نقطتين زيت كده، وغلفت طبعا اللي هو الملون لوحده عشان اللون ما يطلعش في العجينة التانية. بس وحطيت الاتنين كده، لفيتهم بستريتش وغلفتهم بالزيت طبعا كويس عشان العجينة ما تنشفش منك. بس وهنسيبها تخمر بقى نص ساعة ساعة براحتها. بس هنا كده بعد ما خمرت، شايفين حجمها تضاعف. طبعا هي هتخمر تاني، يعني احنا بعد ما نشكلها هنسيبها تخمر تاني. هنجيب بقى العجينه ونلفها رول كده عشان نقسمها لكور. طبعا الحجم اللي انت عايزاه، انا عملته ميني فينو عشان اللانش بوكس بتاع المدرسه، فانا كنت عايزه الحجم الفينو صغير. فانت لو عايزه طبعا الفينو حجمه كبير، تقدري تزودي الحجم الرغيف بتاعك. بس انا قسمته بقى على الحجم اللي انا عايزاه، وبعدين كورت كل الكميه بتاعه العجينه. وهنسيبها بقى ايه، هناخد اول واحده وهنفردها، يعني اول واحده كورناها هناخدها نفردها بالشكل دوت. هتفرديها مستطيل كده بالطول. اهم حاجه ترققي العجينه خالص وانتي بتفرديها، عشان يورق معاكي من جوه، ما يبقاش معجن. بس وهنجيب كده حرفها وهنلفها كده وندوس عليها، وهتبرميها بقى كلها، تكملي برمه عادي بالشكل ده. بس كده، منتهى السهوله. وهنجيب طبعا، هنخلي الناحيه الناعمه من بره عشان يبقى شكل الرغيف كويس، وهنقفله بقى من ورا. وهنجيب الطرفين، هنجيبهم برضو على ورا كده عشان ما يبقوش باينين، ونقفل كويس عشان الرغيف ما يتفتحش معاكي في الفرن. بس بالشكل ده، ويطلع معاكي شكله مظبوط جدا وبجد حلو قوي.
يعني طريقة سهلة خالص ومش مكلف خالص، يعني ما فيهوش اي تكلفة. بس شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ طبعا هو لسه بيخمر تاني، فحجمه بيزيد. وانا يعني انا عايزة الرغيف صغير، تقدري طبعا تكبري الرغيف اكتر من كده. بس بالشكل ده هنلفه برضو كده. انا هعمل معاكم واحدة تاني. هتبرميه كده عشان من جوه يبقى مورق معاكي، ما يبقاش مكتوم وما يبقاش فيه عجينة كتير. اهم حاجة تقفليه كويس عشان الشكل يطلع معاكي مظبوط. بس بالشكل ده سهل خالص والله، يعني مش بياخد اي وقت. والاربع كوبايات دي عملوا معايا كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين. بس انا حطيت بقى الملون مع الابيض، فالملون خد مني لون اكتر من الابيض في الفرن. فانتوا ما تعملوش الحركة دي، لو هتعملوا ملون هعملوه لوحده عشان تاخدي بالك من لونه. طبعا انا غطيته وسبته يخمر تاني لمدة نص ساعة، ساعة برضو، لحد ما حجمه يزيد معاكي. وبعدين هترشيه مية. طبعا مش هندهنه بقى قلنا ولا بيض ولا لبن، احنا عايزين نعمله زي بتاع الفرن بالظبط. فمش مش هنكلفه، هما طبعا مش بيكلفوه، فاحنا مش هنكلفه برضو، مش هندهنه اي حاجة. هنرشه مية وهنحطه في الفرن، طبعا فرن سخن على درجة حرارة 200. واول ما ياخد لون معاكي من تحت هنشغل عليه الشواية من فوق. بس زي ما قلتلك لو هتعملي فيه الوان ما تحطيش الالوان مع الابيض، لان الملون بياخد لون اسرع من الابيض. بس واول ما يخرج من الفرن هنرشه ميه برضو عشان يفضل محافظ على الطراوه بتاعته، وهنغطيه برضو. بس والله يا جماعه بجد مش هتفرقيه خالص عن بتاع الفران، بجد حلو قوي وهش جدا، مش مكتوم، وطعمه حلو قوي، ولا من غير اي حاجه، من غير لبن من غير زبده ومن غير كل الكلام دوت. مظبوط طبعا عشان سويناه ولفيناه كويس. يعني بجد حلو قوي، عايزاكم تجربوه وتقولي رايكم. بس لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين هش ازاي؟ يعني لو هو العجينه مش ناجحه استحاله يرفع معاكي تاني. يعني لو هي العجينه مش حلوه اصلا هتدوسي عليه كده مش هيطلع تاني، لو هو هتدوسي مش هيطلع تاني. بس بجد ناجح جدا وحلو قوي، انا عايزاكي تجربيه تقولي رايك بس. ومخدش معايا اي وقت خالص، يعني بجد ما خدش اي وقت معايا. واللي هو اللي لونه بينك ده بجد حلو قوي، وبنتي فرحت بيه جدا وخدته معاها المدرسه، واصحابها كلهم قال لها ايه ده انت جايبه فينو بينك، ففرحت قوي بيه. بس زي ما قلت لكم ما تيجوا تسووه سووه لوحده عشان تاخدوا بالكم من اللون. شايفين عامل ازاي؟ والله تحفه. يلا اشوفكم على خير الفيديو الجاي.